طيب يا جدعان، احنا معانا النهارده 3 علب فستق وكاجو وعلبة بسكوت. ده كله هيترص رص من الاوردر بتاع امبارح. بسم الله ما شاء الله، يعني جاب زبون. بس هنا في منطقه اسمها الكوثر. يلا بينا نجهز الاوردر وما ننساش تصلي على النبي. مبدئيا كده هنرص علبة البسكوت الاول. والله بسكوت زي الجمر. ما تنساش تصلي على النبي. العلبه مش عارف ارصها كده، بس هي تقريبا بالطول. يلا نرص اول علبه وهنرجع لكم. صلي على النبي، اعمل لايك واعمل شير واعمل كومنت. بس وبكده خلصنا رص اول علبه. مش عارف ايه لازمه الرص، بس هو الزبون بيطلب كده. يلا بينا على المرة الطفح الثاني. وما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلا بينا غيره. سيبك من اللي فات وسيبك من ده كله. يعني مطلوب مني ان انا ارص الفستق ده كله رص كده. يعني انا مش عارف دي انا اعملها ازاي. فيا جدعان هجيب ساعه كده عنكم. ارص القلب واجيكم عشان انا مش عارف. انا بيعاقبوني. انا عملت والله ما عملتش حاجه في حياتي الحمد لله. هرص القلبه دي واجيكم. يلا وصلي على النبي. بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم. يا ريت اللي يطلب اوردر ما يقولش لا يرص. بالله عليكم. بالله عليكم عشان اقسم بالله العلبه دي قطعه فرضي. والله العظيم قطعه فرضي. يعني اخلص من الزبائن اللي على الواقع يجي على المواقع. صلى على النبي، صلى على النبي، واعمل لايك واعمل شير واعمل كومنت وقدر تعب عشان الواحد ايده اعصابه ثابت. يلا بينا نخش على المرار الطافح اللي بعده. كده خلصنا المرار ده والمرار ده، فاضل مرار واحد. يلا بينا. والمرار اللي بعده اللي هو هنمسك الكاجو. هنرص رص الكاجو. الكاجو يا جماعه، الكاجو. هنرص الكاجو واجي لكم. مفيش حل غير ان انا اعمل له كده يا جدعان. اجيب زي كده واعمل له كده، واخر طبقه اول طبقه من فوق ارصها. يلا بقى، دي نظريه المؤامره طالما انتوا بتتامروا عليا. اخيرا كده خلصنا العلبه القمر الثانيه دي. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه. صلوا على النبي يا جدعان، صلوا على النبي واعملوا لايك واعملوا شير واعملوا كومنت. دي اهم حاجه عندي. دي حاجه بسيطه. عشان تعبي. نعمل ايه طيب؟ هو مرار طافح واتكتب علي واتكتب عليكم. هنعمل ايه طيب؟ يلا بينا. ادي يا جماعه العلبتين. تخيلوا دول يوجعوا دلوقتي. انا اروح فيها والله اروح. يلا بينا نقفلهم ونحط التيكت بتاعنا. وصلى على النبي. وشويش بشويش بسكوت. تعالى يابا، احلى مسا عليكم. نيجي هنا يا جدعان نفك اللوجو بتاعنا ونلزقه من هنا. واهم حاجه يا جدعان رضا امك وابوك. اوعى تخسروا، لان زي ما بيقولوا كده رضا الام والاب من رضا الرب. صلى على النبي. بس الدنيا اصلا مش مستاهله انك تزعل ابوك وامك، ومش مستاهله انك اصلا تخسر حد، لان الدنيا دي ملهاش 30 اي قيمه. احنا جايين للدنيا لحاجه واحنا بنعمل حاجه تانية خالص خالص. صلى على النبي وما تنساش تقدر تعبنا. السلام عليكم.